تحديات يا عبد الله لاي حد ناوي يتعلم الماني. أنا محتاج أتكلم ألماني لأن أنا الترقية بتاعتي متوقفة على ده. انا النهارده واحد من الناس لما جيت اتعلم لغه رحت في وقت من الاوقات اكس او واي او زد وفي الاخر تحت عند مكان معين. النهارده في الساعة دي واللي أنا ذاكرته أقعد أتكلم بيه، وشافوا خلاص جايب الامتياز، بقى لي درجة على الامتياز ومرتب على الدفعة ما شاء الله. فلأ لما حولت القسم ألماني وعملنا فريق أنا بالعب ألماني ده طبعًا كان في خناقات كبيرة. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست نواه اللي بنتكلم فيها عن كل ما هو جديد في مجال التعليم ورياده الاعمال المجتمعيه. بنتكلم فيها عن موضوعات مختلفه بتخص مجال التعليم وبنستضيف فيها شخصيات مؤثره. والنهارده هيبقى عندنا حلقه متخصصه، حلقه بستضيف فيها واحد من اشطر الناس اللي بتساعد في تعليم اللغه الالمانيه. مش بس كده، كمان ده ساعد آلاف من الناس ان هم يتعلموا اللغه الالمانيه في فتره صغيره. شخص انا بعتبره من الناس اللي بتقدم محتوى لتعليم اللغه الالمانيه وبيأثر في آلاف من الناس. معانا النهارده عبد الله فاروق، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لسيمبلي فن، اللي بتشتغل فيه تعليم اللغة الألمانية، واللي عندها عدة مبادرات أشهرهم أنا بلعب ألماني، واللي من خلالها ساعدوا ناس كتير جدا إن هم يتعلموا اللغة الألمانية في فترة صغيرة. النهارده حلقة أنا بعتبرها فرصة لأي حد عنده صعوبة إن هو يتعلم اللغة الألمانية، أي حد بدأ يتعلم ألماني ومعرفش يكمل، أي حد بيفكر يتعلم ألماني ومش عارف يبدأ إزاي، أو أي شركة بتفكر إن هي تدرب الموظفين بتوعها على اللغة الألمانية. وأنا النهارده هكون معاكم محمد رضا، استشاري التحول الرقمي في مجال التعليم للحكومات والمؤسسات التعليمية. أهلا بيك يا عبد الله. أهلًا وسهلًا يا صديقي. أخبارك إيه؟ ما شاء الله تبارك الله، دخلة مميزة جدًا يعني، ربنا يكرمك يا رب. أنا مبسوط جدا إن أنت معانا النهارده بصراحة. أنا مبسوط إن أنا مع إنسان بيسعى وبيعافر وعمل نجاحات كتير زيك ما شاء الله. الله يكرمك. طبعا يا عبد الله، يعني انت من الناس اللي ما شاء الله عليهم، يعني لما كنا بنتكلم قبل الحلقة وبقالنا ايام بنتكلم، يعني انت ما شاء الله من الناس اللي متخصصة في جزئية معينة وهي تعليم اللغة الألمانية. مضبوط. ويمكن حكيت لي كده عن قصة، انا بحب في البداية كده انك انت تعرفنا الاول مين عبد الله فاروق. طيب خلّيني بما إن إحنا هنتكلم عن اللغات وعبد الله فاروق، فأنا أذكر الجانب بتاع اللغات مع عبد الله فاروق. تمام. أول لقطة أفتكرها في اللغات، أنا أزهري، ما شاء الله. فأول سنة ناخدها في الإنجليزي كانت سنة 5 ابتدائي، فأنا فاكر إن أنا كنت باعيّط إن أنا مش فاهم English، يعني أنا مش فاهم. وتاني لقطة أفتكرها وأنا في تالتة إعدادي، إحنا الأزهر كان وقتها ما فيش امتحانات ترم أول وترم تاني، هُم الامتحانات على بعض في الآخر، فأنا كنت شخص بيذاكر قبل الامتحانات، فكانت أول مرّة في حياتي هاذاكر منهج سنة كاملة. فاللي حصل إن والدي الله يرحمه كان ليه الله عليك. صديق بيعلّم اللغة الإنجليزية ورُحت معاه، وكان عندي 20 وحدة إنجليزي إن أنا أذاكرها في أقل من شهر، فكانت الحصة الواحدة بناخد فيها وحدتين، فأنا كنت باسمّع الكلمات بفضل ربنا، يعني أنا ما كنتش عارف إن أنا موهوب في الإنجليزي يعني، فكنت باحفظ الكلمات بتاعة الوحدتين ما باغلطش فيهم، لدرجة إن هو كان بيمسك الكشكول يشوف في آخره أنا غاششهم والّا إيه يعني. دي تاني لقطة. تالت لقطة لمّا بقيت في ثانوي، امتحان الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، والامتحان سهل بالنسبة لي، لإن أنا كنت بامارس يعني عندي احتكاك بالأفلام الأجنبي أكتر، مركّز على اللغة الإنجليزية. الصدمة بقى وأنا في الجامعة لمّا دخلت قسم ترجمة فورية لغة إنجليزية، ده سنة كام؟ ده 2009. دخلت فاكر نفسي إن أنا genius في الإنجليزي، بيتكلموا قدّامي فاهمهم، بس مش عارف أرُد. فدي كانت الصدمة، ولو حد رَد عليه كل كلمة قالها أنا عارفها، فدي صدمة تانية. أنا باحل امتحانات كويس، باقفّل الامتحانات، بس مش عارف أتكلم. ممكن أقعد أتكلم مع نفسي ما بيني وما بين نفسي عارف أتكلم، آجي قدّام الناس مش عارف أتكلم. ودي كانت نقطة التحوّل في حياتي بقى، الفرق ما بين تعلُّم اللغة واكتساب اللغة. الطفل اكتسب اللغة، ما فيش طفل طلع قال أنا اللغة بتاعتي صعبة، هو اكتسبها، وبعد كده لمّا راح المدرسة اتعلم القاعدة. فمثلًا لو طفل في أمريكا كان بيقول I am John، لمّا دخل المدرسة عرف إن في حاجة اسمها I يعني أنا، وفي verb to be مع I بيبقى I am، فقال أها يبقى أنا كنت باقول I am John عشان كده. فهو كان بيتكلم وبعد كده فهم صح. القاعدة، وده كان نقطة تحوّل و ويعني باب خير
ورزق كبير اتفتح لي ما شاء الله. لما ساعدت في النقطه دي. والحمد لله ساعدنا ناس كتير قوي في النقطه دي، ان هو مش بس يتعلم الالماني ويتكلمه، هو الفيدباك اللي بيحصل انا اتعلمت ازاي اتعلم اي لغه، مش بس الالماني. انا الموضوع طلع سهل، بس احنا اللي كنا مصعبينه على نفسنا. بس انت يعني انت لما قررت ان الاول كنت تخصص كنت بتدرس لغه انجليزيه، كنت لغه بتدرس ألماني. انجليزيه، وده في قصه للتحول ده ما يعني. انا عايز اسمعها. طيب بعد ما خلصت تمهيدي انجليزي ترجمه فوريه، واولى انجليزي ترجمه فوريه، ودخلت تانية وقبل الامتحانات بشهر حول شهر ايه 3 اسابيع بالظبط حولت القسم الماني. انا في جمله سمعتها: لو انت عملت اللي انت ما بتحبهوش هتبقى شخص منتج، 1+1=2، نعرفك البروسيس وتعملها. بس لو عملت اللي انت بتحبه تبقى شخص مبدع. صح. ولازم انبه ان ده مش بينجح مع الناس كلها، انا حظي حلو ان هو نجح معايا، لا احسن ممكن حد يعمل ده ويفشل فيجيب المشكله فيا. انا كان توفيق ربنا كرمني جدا ان الموضوع نجح معايا. فانا في الفتره دي كان في حد بيتكلم بالالماني، الالماني معروف عنه انه نطقه صعب، هو مش كده يعني جدا. هو مش كده، هو معروف عنه كده، بس هو نطقه حلو قوي. فانا كنت بقعد استمتع وانا بسمعه، فانا كنت بحب اللغه الالمانيه. هو نطقه كان حلو، مش النطق اللي بنشوفه على اليوتيوب ده، تمام. فلما هو سمعت الجمله دي، وانا كل ما يجي يتكلم الماني اقعد اسمع واركز، قلت طب ما هي دي. حظي الحلو كان في سيشن فور فري في جمعيه رساله اسمها قبعات التفكير الست، ازاي تفكر، المتشائم هيفكر ازاي، المتفائل هيفكر ازاي، وساعدتني ان انا اخد القرار، وربنا اكرمني ورحت. وبعدها بسنتين عملنا فعلا فريق انا بلعب الماني. انا يعني دي احلى حاجه عملتها في حياتي، احلى حاجه عملتها في حياتي بشغف وبحب، واثرت في ناس كتير قوي. من ساعتها انا قلت انا همسك في ده، لا انا مش هسيبه. فانت بدات انا بلعب الماني وانت لسه في الجامعه. كنت وبدات بقى داخل تخصص تالتة كليه، وانا داخل تالتة كليه كنت عملت فريق انا بلعب الماني. وبدات بقى خلاص تتخصص في الالماني، واتخرجت وان انت التخصص بتاعك الماني. يعني انا قعدت في الجامعه 6 سنين. ما شاء الله. 2 انجليزي، ويعتبر تلت انجليزي، وبعد كده 3 سنين وتلت اللي هو الالماني. انت هتعمل دكتوراه بقى خلاص. المفروض بس. يديك دكتوراه. انا اللي ساعدني في الانجليزي ان انا في قسم انجليزي اتعلمت الواحد ازاي يتعلم اللغه. يعني انا كنت خدت كورسات في البريتش كونسل، رحت هناك اشوفهم هم بيعلموا اللغه ازاي، انا كان فارق معايا ده. وشفت ان مش ده اللي بيفرق. انا خدت كورس في معهد جوتا، بس اتكلمت لما خدت كورس فور فري في جامعه رساله، لان هناك كانوا بيمارسوا اللغه. وده مش ان معنى جامعه رساله احسن من جوتا او جوتا احسن من جامعه رساله، الفكره في الطريقه. يعني واحد مثلا بيقول لي انا بشتغل مع حد بيدي كورس اكاديمي وبصراحه ما بنتكلمش، بقول له هو مش عيب المدرب ولا عيبك انت ولا عيب المعهد، طريقه التدريس اللي هو هي بيستخدمها. طريقه التدريس دي هي كده. صح. في ناس في معهد جوتا بيجي ياخدوا معانا لان عايز يمارس. صح. وبعد كده بعد لما الناس عرفوا بقى في عدد كبير ما شاء الله، يعني باب رزق ما شاء الله. اتفتح، يعني وورد اوف ماوث. انا لما حولت القسم الماني وعملنا فريق انا بلعب الماني ده، طبعا كان في خناقات كبيره. في البيت. هم الكبار البيت يا لهوي. انا ما قلت لهمش قبل الامتحانات، لان انا كنت قلت لهم قبل الامتحانات كنا نتخانق ومش هلحق اذاكر قبل بعد ما عديت الامتحانات ابتديت اقول لهم، وهم اقتنعوا في اخر السنه لما انا جبت تقدير كويس. ما شاء الله. بس انا قلت لهم انا جبت التقدير ده عشان اقنعكم ان انا بعرف اجيب تقدير، معلش اسمحوا لي اعمل اللي انا بحبه، مش ده اللي انا عايزه يعني. وطبعا بعد ما خلاص بقى خدت القرار اصلا وكملت يعني انا خلصت السنه اولى وشافوا خلاص جايب الامتياز، بقى لي درجه على الامتياز ومرتب على الدفعه ما شاء الله. فلا وانت اساسا مش لاحق غير اخر 3 اسابيع في الترم الاول، فانت ما شاء الله. انت كده فاهم انت بتعمل ايه. فقلت لهم بس مش ده اللي انا عايزه، لان انا والدي الله يرحمه دكتور جامعه، رحمه الله عليه، والدتي دكتوره جامعه، فانت ازاي مش هترتب وتطلع دكتور جامعه؟ ما شاء الله. فهم عايزيني في الحته دي، بس انا عايز حاجة ابسط تانية. تعلم اللغات. يعني انا فاكر في اول ايفنت ده اليوم اللي انا قلت لا يمكن اسيب اللي انا بعمله ده. في اخر الايفنت في بنتين جايين، واحده منهم بتعيط، انا افتكرت حد ضايقهم في الاوتنج، بنعمل اوتنج في حديقه نلعب ونستمتع وكده، فهي جايه
ايه اللي حصل، ايه مش عارف. قالوا لي يعني هي كانت النهارده بتاخد قرار ان هي تحول من قسم الماني، لان هي شايفه ان هي غبيه، وان اللغه الالمانيه صعبه او هي غبيه. فزميلتها اللي معاها قالت لها طب تعالي نجرب. فقالت اكتشفنا ان العيب مش فينا احنا، انتوا النهارده كنتوا بتكلمونا بالالماني بس، وبنفهمكم وبنرد عليكم وكسبنا جوائز. يعني احنا بنتكلم بالالماني بس وهو فهمنا وبيرد علينا واستمتعنا يعني انا بتكلم. فالموضوع انا من ساعتها حسيت ان في اثر. انا ده اللي انا ضحيت بسنتين من عمري في الانجليزي علشانه، انا ماسك في ده. وبعد الكليه؟ بعد الكليه دخلت الجيش، وحتى اشتغلت فتره في شركه كول سنتر وكان مرتباتها ما شاء الله يعني. بس كنت في منافسه ما بين او مقارنه، هسيب انا بلعب الماني ولا اكمل في الفول تايم جوب او في الشغلانه الدوام كامل او الوظيفه الثابته؟ وخدت قرار ان انا طبعا ما كملش في ده كان الفول تايم سنه جوب. كام؟ ده كان في 2000، في بدايه 2016. فانت من 2016 لحد النهارده مركز على سيمبلي فان، ومركز على انا بلعب الماني. عظيم جدا. فبعد كده ابتدينا ادرب مدربين على الطريقه دي، لان في ناس كتير عجبتها. فبدات كمان تطلع اجيال مدرسين زمايلك يقدروا يدرسوا بالتكنيكس بتاعتك وبالطريقه بتاعتك. بالظبط. احنا لما بدانا في البدايه كان في ناس بتقعد تضحك علينا طبعا. وهو مين اللي هيلعب، هو عيال. بعد كده انا اكتر حاجه عجبتني ان في ناس من اللي كانت بتتريق علينا انضمت معانا، يعني قال انا عايز اتطوع معاك. هو شاف الاثر. وفي حته جمله حلوه قوي ان نو وان كان ارجيو سكسس، يعني ما حدش بيقدر يجادل مع النجاح. يعني انا حققت ريزلت اهو. انا نجحت اصلا اهو. بس فمش ما تجادلش معايا. واللي عجبني بعد كده ان لقيت كذا مكان بقى يكتب وبنعلم عن طريق الالعاب والانشطه، فانا اتبسطت. ولما طلع فريق، واللي ريحني من جوايا برضو في حته نفسيه برضو كده، لما في فريق تاني طلع بيعلم بنفس الطريقه انا فرحت، لان دي رسالتي. فهو بيشاركني في الرساله مش بينافسني في الرساله. بيساعدك تعملوا انتوا اتنين اويرنس وتنشروا العلم ده مع بعض. بالظبط. دي حاجه تحترم جدا. فانا ببقى لو يعني حتى اللي مؤسس الكيان ده صديق ليا شخص دلوقتي ما شاء الله. وجي حضر لنا ورحنا حضرنا له يعني. ما شاء الله. فهو بيشاركني في نفس الرساله، هو مش منافس. وبعدين حتى لو منافس انا لوحدي مش هعرف اغطي السوق كله يعني. بالظبط. وهو رزقه بتاع ربنا واللي باقي الاثر. دي يا حقيقه. فالحمد لله يعني علاقتي طيبه جدا مع مؤسسين كيانات في الالماني، وهم ناس محترمه جدا. ودي حاجه شايفها ميزه في مجال الالماني، وشايف في ناس في الانجليش برضو كده يعني. ما شاء الله. ف حته الالماني انا واخده عن حب، وطاقه الحب دي خلاص دي بتتجدد. بتتجدد وبتتنقل للناس اللي جايه. يعني هو ذات نفسه لو انت رحت المدرب طهقان من عيشته ومن اللغه وجاي يشرح لك هتكره اللغه، بيتنقل لك. بالظبط. انما لو في طاقه حب وبعمل الحاجه دي بشغف، وان انت الشخص عمرك ما تنساه. لان هم بيتغيروا. يعني احنا جايين بثلاث مبادئ في فريق انا بلعب الماني، الناس هجمتها عشانهم. اول حاجه هتتعلم الالماني بالالماني. طب انا ما اعرفش حاجه فالطفل بيتعلم اللغه، الطفل الالماني بسالهم بيتعلم اللغه الالمانيه بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالالماني. طب ينفع ازاي؟ ممكن لغه اشاره. يعني مثلا لو محدش درس الماني وقلت له ايش بن عبد الله، ايش بن عبد الله، او ماين نام است عبد الله، هو فهم ان انا بقول اسم عبد الله. ممكن مش عارف ينطقها، كررها له بعد كده ينطقها يحفظها وهكذا، لكن مش محتاج ان انا اقولها له بالعربي. ممكن اشاور له على في كلمات عالميه زي لامبه، كمبيوتر، تاكسي، مش محتاج اترجمها له. ممكن اوري له صوره حاجه واقولها له، فانا مش محتاج اترجم. ده بيساعده ان هو لما يجي يتكلم ما يفكرش بالعربي، لان احيانا وانت جاي بتتكلم مع حد، لما انا بالنسبه لي كعبد الله كنت بتعلم الانجليزي بالعربي، فلما يجي حد يكلمني بالانجليزي اقعد اترجم كلامه وبعد كده افكر في الرد وبعد كده اترجم الرد ده بالانجليزي، فعلى بال ما ارد يكون هو سابني ومشي يعني اساسا. فانا عايز اشيل الحته دي. فكان من اول يوم بيتعلم بالالماني من الصفر ويلاقي نفسه فاهم وبيتكلم كمان. تاني حاجه ان مش لازم تدرس قواعد عشان تعرف تتكلم.
احنا بنتكلم عربي اهو من غير ما ندرس قواعد. في واحد يقول لك طب بس انت بتتكلم لغه عاميه ما بتتكلمش فصحى. اقول له طيب الطفل ايام الجاهليه قعد يدرس كام سنه قواعد علشان يعرف يتكلم باللغه الفصحى؟ ما درسش، درست اصلا. هو اكتسبها. صح. بس طب علم النحو ده طلع امتى؟ لما كان في اعاجم بيخشوا الاسلام، فعشان يحافظوا على اللغه حطوا لها زي القوانين بتاعتها اللي تحافظ عليها عشان اللغه ما تبصش. صح. بس هم كانوا بيتكلموا بالفعل بالقواعد. تالت حاجه ان الكبير يقدر يتعلم احسن من الصغير. كبير. يقدر يتعلم احسن من الصغير. اللي بيتعلم احسن هو الطفل. ودي كانت بالنسبه لهم ده كسر معتقدات اساسا. الصغير بيتعلم احسن من الكبير. الصغير بيتعلم احسن من الكبير، بس اللي يقدر يتعلم احسن واسرع هو الكبير. انا بشبهها بمثال يوضح الفكره. القصه بتاعت السلحفه والارنب اللي كانوا بيسابقوا بعض. فاكر. السلحفه هي اللي كسبت لان الارنب فضل قاعد مكانه مع ان الارنب اسرع. فاحنا بنبقى عندنا امكانيات. ممكن طفل صغير، انا ابني محمد دلوقتي مش مكمل سنه، مش عارف ينطق. لو قلت حاجه مش عارف ينطقها. صح. بس هو بيبدا ينطق بعد ما قعد سنتين يسمع. وعلى فكره الدراسات اثبتت ان الطفل بيبتدي يسمع الاصوات ويميز الاصوات من خلال المشيمه من بعد الشهر الخامس في بطن مامته. ما شاء الله. فهو بيسمع فتره طويله. فاللي انا بقيت اعمله ان انا بقيت اخلي الكبير يكتسب اللغه. ابتدي مثلا اقول له في فعل بالالماني زي اسمه شلافن مثلا، ينام. انا من غير ما قلت ينام مثلا انت كنت فهمت مثلا. فاهم. فببدا اتكلم معاه بالجمل دي كل يوم عدد من الجمل ويفضل يمارسها. انا مش بديله جمل وخلاص، بديله الجمل اللي هو محتاجها في حياته اليوميه، فبيستخدمها. فبكتر ما بيستخدمها بيمارسها كتير. فتتحفظ من غير ما يحفظ. انا حتى بقول ازاي نحفظ من غير ما نحفظ، من كتر التكرار. الاستخدام والتكرار. فبيلاقي نفسه مع الوقت هو بقى بيعرف يعبر عن اي حاجه عايز يقولها. فمن خلال الجمل اللي هو بيستخدمها دي هو بيستخدمها قواعديا صحيحه. فلما اجي اشرح له القاعده يقول يبقى انا كنت بقول كذا عشان كذا. اقول له بس. فهو مش بيحتاج يفكر قبل ما يتكلم في القاعده، هو بيتكلم بالقاعده صح. القاعدة صح. فده اللي احنا كنا بدأنا بيه. وطبعا اتطورنا وكنا يعني قابلتنا مشاكل وصعوبات والواحد بيبقى فاكر نفسه ان هو يعني كروجر افكت. ده اللي هو اللي انت بتبقى فاكر نفسك ان انت شاطر وجامد قوي، بس مع الوقت الواحد بيتعامل لا ده انا لسه قدامي كتير. لحد لما الواحد بيبقى واثق يعني وصل للخبرة اللي تأهله ان هو يقول انا لسه قدامي كتير. انا مهما وصلت انا لسه قدامي كتير. والحمد لله الحمد لله في نتائج سواء مع الأطفال أو لحد الكبار. 50 سنة، في ناس من سن 8 سنين لسن 50 سنة، لأن ماشيين بالطريقة الطبيعية لاكتساب اللغة اللي هو الاكتساب. إنما تعلم أنا بقول دايما مفيش لغة أصعب من اللغة لو هتكتسبها. صح. إنما لو هتتعلمها لا، في لغات موضوع أصعب من صعب. اللغات. موضوع صعب. بس ليه مش معنى اخترت الألماني؟ واخده عن حب. يعني أنا واخد الألماني عن حب. يعني ايه المميز في اللغة الألمانية عموما؟ انا اكتشفت بعد كده يعني، وده حتى كان في تيد توك اديته قبل كده. اللغه الالمانيه ليها ميزتين مختلفتين. اللغه الالمانيه معقده في تراكيبها. انت ممكن الفعل بيتقسم نصين، نص يجي في الاول نص يجي في الاخر. كلمه ذا اللي احنا عارفينها بالانجليزي دي ليها ثلاث صيغ في الالماني، والثلاث صيغ بيختلفوا في الحالات الأعرابية كمان. وانت ونهاية كل صفة مثلا بتختلف. ففي حاجات كتير بتختلف. ان مخك يقدر يبروسس ده، يفلتر ده او يعالج الحاجات دي كلها ويتكلم بيه في لحظة واحدة. في عمليات كتير عمالة تتم ورا معقدة، فبيساعدك على التفكير التحليلي بطريقة فظيعة جدا. انا تفكيري اتغير وإدارتي اتغيرت في الحياة، وحتة اللي انا ابقى ملتزم اللي هو الديسيبلين بعد ما اتعلمت ألماني. تفكيري اتغير تماما. وفي يعني دراسات مثبتة ان طريقة تفكيرك بتتغير وسرعة تفكيرك بتتغير لما تتعلم لغة جديدة غير لغتك الأم. اديني مثال ده، عشان انا فعلا في ناس كتير كلمتني عن الموضوع ده، بس محتاجك تدينا مثال يعني اولا انا علشان اتكلم الجمل اللي انا بقولها دي، علشان اطلع الجملة كاملة، انا
في ربط ما بين كذا، يعني كذا كلمه، وفي قواعد معينه، فده بينمي في علم النيورو ساينس اللي هو يعني مش عارف، النقلات العصبيه النقلات مثلا. العصبيه. بيزود النقلات العصبيه والسرعه يعني في التفكير مع الوقت. ده بيخليك انت قادر تفكر اسرع من الاشخاص العاديه، لان اوكي. انت بتشغل مخك. هو في مثلا دلوقتي احنا بنتكلم على موضوع الريلز، ممكن يخلي حاجه اسمها تعفن العقل، صح ان انت ما بتفكرش خلاص. في ناس من كتر استخدامه للاي مش قادر يفكر بعقله. صح. فهو بيخليك تستخدم مخك، وكل ما تستخدمه اكتر بيبقى احسن. يعني دي كل ما حقيقة. بتستخدم مخك هو بيتطور وبيتحسن. فانا بالنسبه لي كعبد الله او كاي متعلم لغه، انا لما ابتديت اتعلم انجليزي واتكلم انجليزي، لا لقيت نفسي بقيت بفكر احسن بالعربي، بتفكر احسن اسرع اسرع بالعربي. اسرع. بس الالماني خلاني افكر كل حاجه بطريقه ستراكشر. الهندسه العكسيه، انا انا عايز اوصل هناك، طب انا هنا علشان اوصل هناك انا محتاج ايه؟ طب الحته اللي هناك دي قبلها محتاج ايه؟ وهكذا. فنقدر نقول ان اللغه بتغير طريقه تفكيرك اصلا. تحدث لغه اجنبيه مختلفه ده بيطور من طريقه تفكيرك. واللغه الالمانيه بالذات، التعقيدات اللي فيها دي لما بتتكلم بيها، لا انت مخك بيعالج مشاكل كتير قوي. يعني مش مشاكل صحيه، لا بتكلم في حاجات كتير، ظواهر لغويه كتير بيفكر فيها في اقل من جزء من الثانيه علشان يطلع الجمله دي صحيحه. فبيغير طريقه تفكيرك وطريقه ردودك اصلا. دي حاجه. الحاجه التانية واللي اثبتت في تيد توك، يعني انا نقلها عن تيد توك، ان في لغات معينه لقوا ان البلاد اللي بتتكلم بالباترن ده من القواعد معينه بيبقوا اغنياء اكتر. مش اغنياء، بيعرفوا يحافظوا على الفلوس اكتر. وده منهم اللغه الالمانيه، من اكتر 3 دول، لان هم عندهم المستقبل، صيغه المستقبل والمضارع. احيانا المضارع بيدل على المستقبل. فكره سريعه كده، لمحه سريعه، ان هو بالنسبه لك في الانجليش لا، في 3 ازمنه مختلفه. فلما بتحس ان المضارع بعيد او المستقبل بعيد عن الحاضر، غير لما تبقى بتفكر ان المضارع والمستقبل حاجه واحده. ففي الالماني في احيانا صيغه المضارع بتعبر عن المستقبل. الدول اللي كانت اللغه بتاعتهم بتستخدم نفس الصيغه دي، لقوا ان هم بيعرفوا يحافظوا ويعملوا سيفنجز اكتر للفلوس، ومن اغنى الدول. اوكي. منها سويسرا يعني بتتكلم الماني. والملاحظ ان من اقل الدول كانت امريكا وانجلترا، من اقل الدول. اقل الدول. اللي هم بيتكلموا. فده التحليل بتاعه، ممكن يعني نحطه في المصادر. التيك توك ده هم الناس ترجع له وتشوفه طبعا. مهم جدا. بس ايه التحديات يا عبد الله لاي حد ناوي يتعلم الماني؟ اولا ان اللغه غريبه، واللغه متاخد عنها سمعه وحشه، فممكن تخليك ما تبداش. يجي لك اصلا عزوف منها في اه الاول وانت مجرد ما لسه ناوي تبدا. يعني انا جالي يعني واحد كتب لي فيدباك، ربنا يكرمك، يعني اللي يا رب. هو انا كنت سامع عن اللغه الالمانيه سمع وحش ومش ناوي اتعلمها، بس لما شفت الفيديوز بتاعتك كان في قبول، فخلاني ابدا اسمع. ولما سمعت لقيتها بسيطه فكملت. بس يعني ده كرم من ربنا ان هو شاف قبول فيا، ولما سمع الطريقه اللي احنا مبسطين بها اللغه اتبسط وكمل وفضل مكمل. ففي ناس اصلا من الاول بيجي لها عزوف عشان خاطر لغه تقيله. عارف لما يجيبوا مثلا في فيلم اجنبي ويكتب لك ايجيبت، فيجيب لك واحد ماشي بجمل ووراه نخلتين وحاجات زي كده، هل دي ايجيبت؟ لا. مش ده. فاللي بيحصل في اللغه الالمانيه بيحصل حاجه زي كده. هم الناس بتحب تضحك، الناس بتحب تهزر، فبيشوفوا اصعب نطق ويصدروه مثلا، ويقول لك هي اللغه الالمانيه كده. في بعض الناس بتنطق كده، بس مش كل الناس بتنطق كده. صح. فمثلا تخيل حد مثلا ما يعرفش حاجه عن اللغه العربيه، او اقول لك تخيل انت احساسك لما تشوف واحد بيعمل فيديو عن اللغه العربيه ويقول لك ده كلمه لاف بالعربي اسمها حب، وكلمه مثلا سايلنس مثلا اللي هي الصمت او كده مثلا معناها هدوء.
همل اصلا. ايه ده حب وهدوء بتنطقوا كده؟ ده ايه اللغه دي؟ لا هم ما بتنطقوش كده، بتنطق حب وهدوء عادي. صح. فهم بقى بيحاولوا مثلا يقول لك طياره اسمها، كلمه اسمها فلوكت سويك، هو لا فلوكت سويك، مم. هو بيعمل كده عشان يضحك الناس، بس سبحان الله انتشرت وحسست الناس ان هي صعبه. تاني، اللغه الالمانيه صعبه لو هتتعلمها، وسهله لو هتكتسبها، اي لغه في العالم. بس من اللغه الالمانيه من ضمن اللغات المصنفه ان هي صعبه، زي الصيني والعربي لو هتتعلموا، انما لو هتكتسبهم موضوع يختلف تماما. فاول حاجه بدايه انت تقتنع ان، انا دايما بشبهها بمثال، ممكن الميه قطعه بس انت قافل الحنفيه، لو فتح الحنفيه لما الميه تيجي ممكن الميه تنزل، بس لو انت قافلها لا يمكن الميه تنزل. صح. فهو بيبقى قافل، اللغه صعبه فلا يمكن ياخد الخطوه. جرب خد الخطوه وشوف انك تمارس اللغه، اتعلم انا اسمي كذا النهارده وتسال مثلا انا اسمك ايه، انا اسمي كذا بس. طب امارس ازاي؟ امارس ازاي، ده سؤال حلو قوي. لو انت مش حابب تبدا مع حد متخصص، يعني احنا عاملين خطط فور فري للناس، انت عايز تبدا ازاي واسالني مجانا؟ اي سؤال مجانا للناس، واسالني اي سؤال في الخطه. ده على انا بلعب الماني. اسالني اي سؤال، ممكن نشير اللينك طبعا بتاع طبعا لازم. الجروب، هو جروب الناس بتذاكر مع نفسها. انا واجهتني الحته الفلانيه احنا مش بندي، يعني بنعمل برضو سيشنز ويبينارز اللي هو مثلا ازاي تتعلم اللغه فور فري، جنرال ويبينارز. ازاي تتعلم اللغه الالمانيه فور فري، وايه المصادر، وازاي تشتغل منها. وكمان لو عندك سؤال في تعلم لغه اسالني، ده كله فور فري. انا شايف يعني انا علم وبتنشره. يعني ربنا اكرمني بحاجه، ومما رزقناهم ينفقون، من الاخر يعني انا ربنا رزقني علم فبنفقه بس، وربنا بقى بيكرمنا على ده. لان تاني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعط ممسكا تلفا واعط منفقا خلفا. الممسك ده يعني بيبخل وكده، اتلف له الحاجه بتاعته، ومنفقا خلفا يعني اخلف عليه بحاجه تاني. وده فعلا سبحان الله، انا لما جيت اراجع اللي كان بيحصل لي في حياتي، ان انا سابق دايما في حته المحادثه، ان انا كنت كل حاجه اتعلمها اروح انشرها. تنورها لغيرك. كل ما اتعلم حاجه انشرها، فلاقي ربنا يكرمني حاجه، رزق. هو رزق. ده رزق سبحان الله. وربنا وكمان وعلميا، وده درسناه في كليه التربيه، ان ده بيثبت المعلومه عندك اكتر. يعني بعيد اولا طبعا دينيا انت بتنشر علم، وزكاه العلم نشره، وزي ما انت قلت كده بعض الايات اللي بتقول الكلام اللي بتؤكد الكلام ده. لكن كمان سبحان الله ربنا بيثبت لك المعلومه في دماغك اكتر واكتر. وممكن مع احترامي ان حد يصحح لك طبعا. خلي بالك. يعني في بعض الناس اللي تيجي تنقل له معلومه يقول لك خلي بالك بقى انا ذاكرت في الحته اللي انت قلتها لي دي، وطلع التكنيكس اللي انت قلت عليه ده دي الجديده. فدي بتبقى حاجه اصلا. فانتوا عاملين جروب اوريدي بتساعدوا الناس فيه يتعلموا ده. فاولا ان انا ممكن استعين بخبير، او ان انا اخش على انا بلعب الماني، او ايه تاني برضو عشان امارس. في سهل الاي اي في مستوى معين. حلو. احنا حاطين خطه للممارسه اسمها الخطه اسمها 180 يوم. الخطه المجانيه لممارسه اللغه الالمانيه 180 يوم، بيوصلوا المستوى ان هو بيعرف. في ناس ما بتعرفش تتعلم لوحدها، يعني خلينا نقول حاجه برضو عشان مش كل الناس تتضايق. في واحد بيعرف يعمل سيلف ستادي، انا بعرف اعمل سيلف ستادي في تعلم اللغه، بس ممكن اخد كورس عشان سبب تاني، ان انا محتاج تشجيع، محتاج جروب اتعلم معاه، محتاج بلان حد كمان بيتابع معايا. احنا مش كلنا مؤهلين للسيلف ستادي، يعني ده حاجه. فاحنا عاملين الخطه والسيلف ستادي وكل حاجه، بس احيانا انا مثلا قبل شهر رمضان رحت اتعاونت مع مكان مثلا علشان اللي هو الصحه، ان انا اعمل نظام غذائي. انا ما مشيتش على النظام، انا مشيت على النظام الغذائي بنسبه 10% 20%، بس ان هو كل يوم معايا والاخبار هتفطر ايه مش عارف ايه. الحمد لله في خلال شهرين خسيت 10 كيلو وبصحه، وصحتي بقت احسن. انا مش متابع النظام بتاعه، بس في فولو اب، في فولو اب، وفي كوميونتي وعاش وبتاع وبيشجعني، ومش مشكله لو وقعت مننا خلاص نركز في اللي جاي. انا داخل، انا عايز ده بالظبط. تالت حاجه ان انا ممكن، انا عندي في ابس مثلا ممكن اتعلم من خلال. انا هقول النقطه دي، انا عارف ازاي سيلف ستادي وعندي الاراده، بس انا فاهم قيمه حد متخصص. بدل ما اقعد اذاكر 3 ساعات، هو في نص ساعه هيوصلني لنفس النتيجه، فانا بشتري وقتي.
فدول الثلاث اسباب اللي يخلوني اخد كورس، ان انا مش عارف اعمل سيلف ستادي، ان انا ما عنديش الاراده او محتاج تشجيع، او ان انا عايز انجز وقتي بدل ما اقعد اذاكر كم كبير او وقت كبير. لا. طيب ايه الابس او الحاجه اللي انا استخدمها؟ شات جي بي تي انا كنت بستخدمه واتكلم معاه. لو انا بتكلم بقى على نفسي وانا بدرس، انا كنت بتكلم مع نفسي، بعمل شخصيتين، بعمل نفسي انا الشخص اللي راح في المطعم وعايز اشرب حاجه، جاب لي الشاي لا ده بارد، جاب لي الشوربه لا دي مملحه زياده، فين المدير، واقعد اعمل حوار مع نفسي. بتصور الكلام ده لا مش عشان مصوره عشان بصراحه. لا بقول لك انت بتصور عشان تقيم نفسك ولا واقف من ضمن الحاجات بقى لما كنت بشتغل على، انا لما بدات في التدريب كان تعبيرات وشي مش مريحه، فابتديت اركز في ده، فبقيت اصور في نفسي عشان اركز على لغه الجسد. اه. وبقيت بعد كده في حاجه ضايقتني، وزميلي بيشرح حاجه بيقول هقولها بالعربي، هو كان ماسك اللابتوب بيقول اهلا وسهلا بيكم، انا فرحان وانا معاكم النهارده. فانا رفعت ايدي للدكتور، فالدكتور قال لي هو قال حاجه، قلت له هو بيقول انا فرحان ان انا معاكم، وهو اللي باصص لنا ولا مبتسم، صح. ونبره صوت مش فرحان. فانا اخدت بالي ان المحادثه مش بس كلام، ما الروبوت بيتكلم. انا ممكن تسالني على حاجه اقول لك التون نفسها. انا ما اعرفش، يعني انا عملت كده مم. انا رديت عليك. صح. ففي محادثه، فانا بقيت اركز ان نبره صوتي وتعابير وشي مناسبه للكلام اللي بقوله، وبقينا بندرب على ده. يعني احنا في مستوى معين بتتدرب على لغه الجسد وانت بتعمل برزنتيشن وازاي تعملها. فده الحته الاولى عشان السؤال بتاع التصوير. لا التصوير مهم علشان تعرف ترجع، لان تقيم انت ممكن نفسك. ما تكونش بتعرف تسمع نفسك. في ناس بتوصل لمرحله ان انا بتكلم انا فاهم انا غلطت في ايه. ولو مش عارف، انا قصدي ان هو لما يصور نفسه يبص، ولو بعت لحد خبير او لاستاذ، بالظبط. دي حاجه بنقولها يعني، ان الناس لما بيبص على نفسه بيعرف والله الفوناتكس بتاعته كانت عامله، مخارجه كانت عامله ازاي، طريقته، التون بتاعته، البادي لانجوج بتاعته كانت عامله ايه. فده كله بيفرق. ده عشان كده بقول لك انت حتى ساعتها هل كنت او انت بترشح ان لو حد بيجرب مع نفسه يصور نفسه طبعا عشان يوثق ويشوف؟ طبعا. يعني لما حد مثلا النهارده بنيجي نعلمه برزنتيشن سكيلز، بنقول له بص على نفسك، طريقتك عامله ازاي، مظهرك، اسلوبك، طريقتك، ايديك، حركتك، كل ده بيفرق صح. يعني. تمام. برشح له جدا ان هو يصور نفسه. ثانيا احنا دلوقتي في عصر الاي اي. اوكي. شات جي بي تي بيسمح لك ان انت تتكلم معاه مكالمه. اوكي. يعني انا ببعت له ريكورد وهو يرد عليا، اروح ارد عليه ويرد عليا كلام، مش شات فاهم. كتابه، لا كلام. وسهل جدا انك تقول له صلح لي الكلام اللي انا قلته، لو انا اللي انا قلته ده فيه غلط صلحه لي. الخطه بتاعت ال 180 يوم شامله الجزء ده، يعني انا كمان قايل حاطين في ازاي جزء الاي اي. ازاي تستخدمه في الحته دي علشان تمارس، لان احنا مدين الطريقه من ضمن الاساليب ازاي من غير ما تدفع ولا جنيه تمارس اللغه 24 ساعه في اليوم. حلو جدا. اولا انا ممكن اصحى من النوم، انا ما بتكلمش ولا حاجه، اقول لنفسي انا صحيت من النوم بالالماني، ممكن اقولها في سري او ممكن اقولها بصوت عالي. اوكي. انا رايح كل جمله كل حاجه بعملها وبفكر فيها اقولها بالالماني بصوت عالي. اوكي. في كلمات مش هبقى عارفها او جمل مش هبقى عارفها، سهل اكتبها بالعربي، واجي في اخر اليوم اترجم الكلمات دي. انا مش عارف يعني ايه اربط الكوتشي، اكتب بيربط الكوتشي يعني ايه، ترجمها لي وحطها لي يا شات جي بي تي في جمله في المستوى الفلاني، في مستوى A1 A2 B1. لو انا استمريت على كده 3 شهور بمارس اللغه كل يوم بالطريقه دي، انا كل الجمل اللي محتاجها في حياتي اليوميه استخدمتها، وحتى اللي مش عارفها عرفتها وبقيت بتكلم بيها، وشات جي بي تي صلحها لي وعمال امارسها. فده هيساعد جدا في نقطه المحادثه. في ناس بيعمل في مواقع تبادل اللغات دي حلوه قوي، وانا جربتها لما كنت ببدا. حد بيبقى عايز يتعلم عربي وهو مثلا الماني فبيعلمها. بالظبط. دي بترشحها يا عبد الله؟ كويس جدا. جميله جدا وفور فري. هي سيرفيس فور سيرفيس، بس ليها برضو شروط وحاجات. وفي ناس يقولوا الالمان ما بيحبوش يتكلموا مع حد، لا بيحبوا يتكلموا مع حد. اولا هم بيعتزوا بلغتهم، يعني ممكن لو هو عارف انجليزي وانت جيت تكلمه بالانجليزي ممكن ما يردش عليك، الا لو هو محتاجك هيرد عليك. يعني هو لو محتاج مساعدتك هيرد عليك. بس خلينا نكون واقعيين، انت ممكن حد بيتكلم بالعربي وما تطقهوش، فانت لازم تكون شخص هو يحب يتكلم معاه. وده خلاني اساسا لما كان كل الناس وقتها بيتعرفوا على الالمان عشان يتكلموا، انا
ما كنتش برضه اتعرف على حد غير لما اقبل ان هو يكون صديق ليا، احب اتكلم معاه. انا دي طبيعتي. عشان هتتكلموا اه فلازم يبقى في ارتياح، وان احنا الاثنين يعني عندنا نفس الاوبجيكتيف، وين وين. مش انا داخل اتعلم منك الماني وانت بالظبط. مش علمك مصري وهقول لك مش هتشغل دماغنا عليهم يعني. وفي ناس اساسا كانوا مش عايزين يتعلموا عربي وكانوا بيتكلموا معايا. مثلا شخص كبير. احنا عندنا هنا في العالم العربي، ودي حاجه حلوه يعني، ان احنا بنبر اهلنا صح. وما بنسيبهمش. لا، هناك في ناس بيسيبوهم في البيت، دار دار المسنين مسنين او او ما كده. بيروحوا لهمش. فهو بيبقى مبسوط ان بيلاقي حد بيتكلم معاه، وقاعد يفرجنا على بيته ويتكلم ويهزر. هو مبسوط ان حد بيتكلم معاه. فاحنا كنا بنقعد نتكلم ففرقت معاك كمان دي من جدا، الطرق اللي انت برضو بترشحها للناس يعني. وما دفعتش ولا جنيه. بس كمان هو بالظبط. اه النت ده اللي انا بدل ما اتفرج على اي حاجه، دخلت اتكلمت معاه. آه، فانا يعني مثلا موقف حصل، كان صديق ليا شاف يعني احنا كنا في محطه القطر، محطه رمسيس، فبقول له خلي بالك اللي هناك دي شكلها المانيه، اتكلم معاه. فهو راح قال لها سبريشن زي دوتش، بتتكلمي الماني؟ قالت له ناين. فرجع لي قال لي ما تتكلمش الماني. قلت له يعني هي فهمتك وانت بتتكلم الماني؟ وما هي فاهمه الماني. قلت له طب ثانيه كده، انا كنت شايفها واقفه عماله تبص فانا رحت قلت لها انا بعرف اتكلم الماني، كان ich Ihnen helfen؟ يعني اقدر اساعدك؟ قالت لي انا بدور على القطر بتاعه. قلت لها سهل جدا. ورحت وانا في الطريق قعدت اتكلم معاه. هي الاول التاني دخلته عليها، حسيته ان في حاجه غلط هي ليه تتكلم معاك؟ بالظبط. انا رحت عرضت المساعده، اساعدك ازاي؟ اوكي انا فاهم. شايفك يعني انا بعرف اتكلم الماني، اقدر اساعدك في حاجه؟ فقالت لي انا بدور يعني انا شايف شخص عمال يدور فهي عايز يعني هو اللي محتاجك، صح. يعني هو اللي محتاج. فقعدنا نتكلم واحنا في الطريق، قعدنا نتكلم وبتاع، وقالت ايه ده انت بتتكلم الماني كويس، انت ازاي؟ وقلت لها ان انا في الازهر ومش عارف ايه وبتاع. ولما رحت بقينا على تواصل ما شاء يعني. الله. و فدايما مثلا انت بتحب الكوره، شوف شخص بيحب الكوره. حاجه مشتركه ما بينك وبينه تفتح بالظبط، بناء عليها الكلام. بالظبط. وحاجه شيقه، لان هو في ناس انت بالعربي ما بتطقش تشوفهم او تقعد معاهم. هتفتح كلام معاهم ليه؟ بالظبط. فهو لازم بالنسبه له تبقى انت شخص انترستنج، او هو محتاج حاجه منك او كده، في تبادل مشترك، في حد عايز يتعلم عربي، في كذا حاجه. بس ما تخليهاش يعني، انا بشوف ان اللي اريح ليك ان هي ما تبقاش مبنيه على المصلحه بس، انت تبقى مش وين تبقى وين، مرتاح. وين وين، ويبقى في حاجه مشتركه. بالظبط. حلو. هل في اي نصايح تانية لاي حد بيتعلم انجليزي؟ يعني آه بيتعلم، انا اسف، بيتعلم الماني؟ اشتغل بالمتاح. لو المتاح تاخد كورس، خد كورس. المتاح ان انت تذاكر مع نفسك وتاخد سيشنات محادثه، لان دي من الطرق ان انا اوفر فيها فلوس برضو بدل ما ادفع مم. فلوس كورس. لا، انا بدرس مع نفسي. بس حته ان انا اتكلم دي، لان كذا متدربين بيشتركوا معانا بالطريقه دي. وساعتها بقول له احنا عندنا حته الاستشاره. يعني انا مش هدفي ان انا ابيع لك، انا هدفي ان انا أو انصحك النصيحه. ودي سبحان الله، سبحان الله والله. فاول مكان اشتغلت فيه كنت ماسك انا قسم اللغه الالمانيه في المعهد ده، كنت انا اللي ماسكه. فحد جه يتكلم معاه عايز كورس وبتاع، فلما اتكلمت معاه قلت له انت مش محتاج كورس. قال لي ايه؟ قلت له انت مش محتاج كورس، انت بس انت بتعرف تذاكر مع نفسك ووصلت لمستوى كويس، انت بس محتاج 1 2 3. معاك فلاش؟ قال لي لا. قلت له طب ماشي. جبت الفلاشه بتاعتي واديتها له، قلت له خلص وهاتها لي، وانا ما اعرفوش اساسا يعني. فطبعا صاحب المعهد زعل مني يعني، وقال لي انت تفتكر ان هو يرجع لك الفلاشه؟ فساعتها فكرت يعني ان هو ممكن ما يرجعليش الفلاشه يعني. بس اللي اتضح ان هو رجع لي بحاجات احسن بكتير، بالفلاشه طبعا كل حاجه. بس هو اللي حصل ان هو راح للدفعه بتاعته، قال لهم انا رحت المكان الفلاني ومعايا فلوس وهدفع. قال لي لا ما تدفعش، انت مش محتاج كده. فروحوا هناك واعملوا تحديد مستوى، وانتوا لو فعلا محتاج كورس. المجموعه اكتملت في اليوم اللي بعده. ما شاء الله، الله اكبر. ما انت كنت ف... امين عليه. فانا لقيت بعد كده، عرفت بقى من اساتذتنا في المبيعات، عايز تبيع ما تبيعش، ومريح. انت تبقى استشاري. انا استشاري. فانا كنت بتكلم مع حد النهارده بيتعلم معانا في فريق الاستشاريين اول يوم ليه، قلت له احنا بننام اخر اليوم مرتاحين، ما ضحكناش على حد. انا النهارده حد كان دافع لي فلوس استشاره، لما بدات معاه قلت له بصراحه انا خدت الفلوس كل حاجه، بس انا شايف ان انت مش محتاج ده، انت اللي محتاج 1 2 3، وبنفس الفلوس اللي دفعتها لي هتاخد نفس الخدمه دي، واعتبر ان احنا ما عملناش المكالمه، لان انا حاسس ان مش ده الفايده. اتبسط جدا يعني. وساعتها سبحان الله يعني
كرم ربنا، بتشوف كرم ربنا في ايوه، الحته انت دي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو كريم، فانت مش تبقى كريم مع عباده وهو بالظبط. مش كريم معاك يعني. فانا ولله المثل الأعلى. انا بيبقى دوري الاستشاري ان انا لما بتكلم مع الشخص افهم هو واقف فين. انت محتاج بس شنات محادثه وتذاكر مع نفسك، ولا لا انت بصراحه. يعني انا كنت بتكلم مع واحده النهارده، قلت لها لا، انت محتاجه حد يتابعك. يعني انت ممكن تحتاجي السيشنات دي عشان حد يتابعك، متابعة. مش عشان انت محتاجه حد في اللغه. محتاجه حد في اللغه وتصحيح، دي بنسبه 10 20%، انما انت 80% من اللي احتياجك الكورس ان حد يتابعك. قالت لي فعلا انت عرفت ازاي؟ قلت لها احنا بقى من 2015 وانا في الحته دي، في المجال. فانا دوري ان انا افهم نفسيتك والحته دي، لان انا شايف ان النفسيه بتلعب دور كبير قوي في التعلم. طبعا طبعا. وده اللي مخلينا في انا بلعب الماني بنستغل الضحك. في ناس بتفتكر الضحك عشان تفاهه وكده، لا. انا بقول للناس تخيل لو واحد قاعد بيذاكر وهو في وسط المذاكره بتاعته جاله خبر للاسف يعني وفاه والدته، هيعرف يركز؟ لان النفسيه تحت. فوالله العظيم لما تبقى نفسيتك عاليه بتركز وبتبقى مبسوط وبتنتج اكتر، فبتحصل على نتيجه اكبر. فايه رايك؟ انا بقول له ايه رايك تحصل على نتيجه اكبر من اللي كنت هتحصل عليها وانت مركز بجد؟ يعني وانت واخد الموضوع جد ومكشر، تحصل على نتيجه اعلى منها وانت بتضحك. فايه ده ينفع؟ وهتثبت معاك. وهتثبت ومش هتنساها. طب نجرب. ودي اكتر مشكله بتواجهنا احنا في التخصص بتاعي. ما كل الناس بتشتغل بالطريقه الاكاديميه. انت عشان كده تبارك الله الطريقه الاكاديميه بتكسب اكتر. فاهم. بس في الاخر هم بيجوا عايزين ناخد محادثه معاكم. وخلينا نقول برضو يعني زي ما انت قلت كده، في مثل كل شيخ وليه طريقه. بالظبط. انا النهارده واحد من الناس لما جيت اتعلم لغه، رحت في وقت من الاوقات اكس او واي او زد، وفي الاخر تحت عند مكان معين لسبب ما، طريقتهم صح. اسلوبهم، تعاملهم، مع العلم ان ممكن اكون اتعلمت في اماكن 10 اضعافه بس ما اتبسطتش من الانستراكتور. صح. وخلي بالك احنا من نفس يعني انا ممكن لو سالتك على اكتر مدرس اثر فيك في ابتدائي هتلاقي فاكر مدرس معين. انا مدرس الرياضيات لحد النهارده اللي كان بيعلمني في ابتدائي انا فاكر طريقته وشرحه وتعليمه. لما جيت دخلت الجامعه وبعدت شويه عن ماده الرياضيات، الموضوع اثر فيا، بقيت صح. انا لسه فاكر. فانت دايما الطريقه معينه والاسلوب معين، والا ما كانش سبحان الله في ماده اسمها طرق تدريس. صح وطريق مختلفه. والنهارده احنا طبعا بنتكلم كمان مع عقليات مختلفه. انت النهارده معلش لو بتدرس لناس، انا عارف انك بتشتغل مع شركات وبتشتغل مع طلبه صغيرين وبتشتغل مع ناس جين زد غير الفا صح. غير ميلينيوم، ايا كان كل واحد فيهم ليه طريقه. فدي في واحد مش انا مش هرتاح ان انا العب قدام الناس. بالظبط. اغني ازاي قدام الناس؟ صح. دي حاجه نفسيا مش مريحاني، برستيجي ما يسمحليش. بالظبط. فاحنا حتى في الاستشاره احنا بنرشح اماكن غيرنا. يعني ممكن واحد بنقول له لا انت كده، انت لو معانا هتوصل بس في وقت اطول، لان انت مش هدفك محادثه خالص، انت هدفك تخش تعدي امتحان معين. في اماكن تخصصها ده هيسرعوا لك، ونرشح لك 1 2 3 الاماكن دي بترشحنا برضو. يعني احنا مش متفقين، بس هم ناس كويسين، منافسه شريفه واوريدي عندكم هدف وفاليو واحد بالظبط. وفي الاخر كلنا اصدقاء وبنتقابل وبنحب الخير. قلت البيزنس كبير والعدد الناس اللي عايز تتعلم كتير جدا، فده متهيألي انا شايف لا احنا محتاجين نركز على ده كويس جدا. انا عايز اسالك سؤال يا عبد الله، المستويات بتاعت الالماني يعني دايما، وايه الشهادات المشهوره في الالماني؟ يعني دايما عندنا مثلا في الانجليزي مستويات، وعندنا تيفل، وعندنا ايلتس، وعندنا مش عارف سيلتا. ففهمنا كده المستويات بتاعت الانجليزي عامله ازاي، سواء انا كمتعلم او معلم. طيب في الالماني في حاجه اسمها الاطار الاوروبي عامه، انجليزي فرنسي ايطالي اي حاجه، بيبقى اللغات A1 A2. يعني احنا كده بنبدا من تحت لحد ما نطلع المستوى الاعلى، A1 A2 B1 B2 C1 C2. اوكي. اقصى مستوى شايفه ان الناس ممكن تبقى محتاجاه، بتكلم كمتعلم او كمدرب برضو كمان، C1 اللي هو C1 اللي هو خامس مستوى رئيسي، لان A1 ده مستوى رئيسي كبير، تحتيه مستويات فرعيه. اوكي. في A11 A12 A13 ده كله تحت A1. اوكي. لو خلينا نمشي واحده واحده، A1 ده مستوى ممكن واحده زوجها شغال في المانيا علشان تحتاج تسافر تكون معاها شهاده A1 اللي هي حاجه اسمها لم شمل. اوكي. اللي هي يعني الفيزا بتاعت لم الشمل دي محتاجه مستوى A1 عشان لما تعرف انك تعرف تتعامل. ان انا اقول صباح الخير حتى ده مستوى سهل. المستوى اللي بعده
اعلى منه اللي هو الاي 2. نسبه كبيره قوي بتحتاج مستوى بعد كده اللي هو البي 1. يعني مثلا في واحد نقاش سافر المانيا علشان هو معاه بي 1 وبيشتغل بالنقاشه هناك، نجار. بي 1. بي 1 اوكي. مطلوب. تمريض. فده شغله هيبقى مط- اكتر شويه وهيشتغل مع ناس وهيحتك بناس، ده بي 1. بي 1. بعد كده في بقى مستوى بي 2 بي 2. ومستوى سي 1. هم دول الحته اللي في شركات كتير بتطلبها، وفي الاطباء بالذات بيبقى سي 1. في بعض المنح بتبقى محتاجه الشهادات دي. الموضوع ممكن ياخد وقت، مثلا لو بنتكلم على البي 2 من سنه لسنه ونص. عملنا مكالمه احنا مع بعض على الحته دي، قعدت طب نضغط طب هندرب الناس ازاي. فبتتكلم ان بتاخد لها بالظبط من سنه لسنه ونص. من سنه لسنه ونص. أنا مش بتكلم- لازم اكون عارف انجليزي، انا عربي بس. من سنه لسنه ونص اوصل للبي 2. انا بتكلم في فتره معقوله، انا مش ضاغط نفسي قوي ومش مريح قوي. انا اوكي. بتكلم في الوسط. في ناس بتوصل ممكن في 9 شهور سنه، بس دول ضاغطين نفسهم قوي. ده ضغط نفسه ضغطه متوسط جامدة. في اليوم كام ساعه مذاكره؟ يعني مش مذاكره قد قمات وقت تعليمي انا حاطه لنفسي. لو حد لأنهي 9 شهور، لو حد يا لهوي 9 شهور، انا ما بحبش ده، لان انا واحد بيصعبوا مضطر. عليا. واحد مضطر هيسافر، رايح ده هيروح، جاي له منحه، جاي له حاجه ممكن من ساعتين ل3 يوميا. وتبقى ساعة مذاكرة، ساعه مذاكره، والساعتين التانيين متقسمين على مدار اليوم ممارسة. بيتفرج على فيلم، بيسمع مزيكا. اللي انا اتعلمته النهارده في الساعة دي واللي انا ذاكرته اقعد اتكلم بيه. اوكي. فبيثبت. فما بحتاجش لما بطلع قدام، لان في ناس بتبقى مخلصه بي 2 وما بتتكلمش. بتقابل انت الناس دي؟ بيبقى معانا ناس في مستوى A2. يعني هو المستويات A1 A2 B1 B2. فهو عندنا ال A2 كان بيتكلم احسن من بتاع البي 2، مع ان اللي في البي 2 ده عارف قواعد اكتر منه وجمل اكتر منه وكلمات اكتر منه، بس عشان ما بيمارسهاش ما بيستخدمهاش. فده محتاج ان هو يمارس. فلو انا بدأت من البداية كل حاجة اتعلمها مارسها بتثبت، وما بحتاجش ارجع افكر تاني وراجع تاني. وكمان ببقى بتكلم، لان ما حدش بيقول لك انت بتكتب كام لغه ولا بتقرا كام لغه، هو بيسالك انت بتتكلم كام لغه. اوكي. فانا بالنسبه لي ممكن ساعه في اليوم وساعتين ممارسه. ساعه في اليوم مذاكره، يعني انا قاعد على المكتب. اوكي. وممارسه ساعتين. بس انا بفضل اساسا ان انا يبقى المذاكره بتاعتي اللي قاعد على الترابيزه تبقى من ربع ساعه لنص ساعه بس. انا بتكلم في الوضع الطبيعي، مش واحد مضطر. واحد عادي براحتي وبتعلم لغه جديده، استمتع. اصل هي مش سبق، مش سبرنت، هي ومش ماراثون. حاجه هتشربها هتتعلمها يعني. هي الميه لو زودت النار تغلي اسرع، انما الكيكه لو زودت النار تتحرق. ففي حاجات ينفع تزود النار عليها، وفي حاجات لا، هي محتاجه على الهادي، محتاجه تاخد وقت. اللغه منهم. تقدر تسرع، يعني في تزود النار لدرجه معينه على الهادي بس اسرع. بس اكتر من كده انت اخاف عليك. يعني برضه عشان ما اقولش مستحيل، ممكن من كل 20 واحد يعرف يعملها، بس ال 19 التانيين هيتحرقوا، يوقف خالص. يعني انا مثلا واحد يقول لي اتعلم انجليزي والماني مع بعض، ينفع؟ في مدرسه بتقول ينفع، وفي ناس بتعرف تعملها، بس مثلا من كل 20 واحد بس اللي بيعرف يعمل كده، وهيكمل. والباقيين بيحبطوا، ولا بيتعلم انجليزي ولا الماني بيوقف في الاثنين. فانا من مدرسه خير الاعمال ادومها وان قلت. صح. فانا افضل محافظ عليك انك مكمل. الاستمراريه، الاستمراريه. انما لو انت بتذاكر يوم في الاسبوع 10 ساعات وبقيه الاسبوع ما بتمارسش اللغه، مش هتعرف تتكلم. لو كل يوم نص ساعه كده 3 ساعات ونص، انا كده الاسبوع بقى 3 ساعات ونص، احسن من ان انا بذاكر في يوم واحد 10 ساعات. لان انا ممتاز. اللغه محتاجه، عامله زي النبات، ما ينفعش استنى شهر واسقيه مره، لا، لازم كل يوم حاجه يشربها ويتشربها ويعرف يتكلم بيها. فبالنسبه للمعلم، اولا انا ببقى شايف ان هي جريمه لو انت بتعلم ناس ونطقك غلط. مش مشكله ان نطقك غلط لو انت شخص عادي، لان اللغه اساسها ايه؟ انك تفهمني وانا افهمك. لو انت فهمتني وانا فهمتك خلاص،
ده اساس اللغه. انما بقى حته ان انا اتمنظر بالنطق والحاجات دي دي حاجه ما تانية. اسمع الشخص الهندي وهو بيتكلم انجليزي ومفيش مشكله، ده صعب. وبقى رئيس شركه جوجل وبتاع، مفيش مشكله. بس الرساله بتوصل. انما ما ينفعش ده يبقى مدرس انجليزي. بالظبط. لا يطلع ناس غلط. فانا شايفها جريمه انك تبقى معلم لغه والنطق بتاعك غلط. انا شايفها جريمه، انت يعني بتطلع حاجات كتير غلط. اصل العلم ده رساله، صح. انما ما فيش مشكله ان انا اكون كمعلم مش معلم ونطقي غلط. انا مالي، انا المهم يفهمني فانت وافهمه. كمدرس لازم يكون النطق صح ومتعلم صح، ومع احترامي برضو ان انت تكون دارس طرق تدريس ودارس مواد تربويه، عشان تبقى فاهم الفروق الفرديه وطريقه التعلم. لان دايما للاسف انا عايز اقول لك في نسبه كبيره جدا من المدرسين في المدارس الخاصه والدوليه ما بيبقوش اصلا تربويين، بس بيبقى نطقه كويس في الانجليزي وعارف يتكلم كويس ويسافر بره او ايا كان ويروحوا يدرسوه، فبيكره العيال في الماده نفسها. وفي نفس الوقت زي ما انت قلت بيطلع ناس مش عارفه، ولا عارف يتعامل مع فروق فرديه ولا يتعامل مع انماط تعلم في عند. فاحنا يعني حتى احنا جبنا هنا دكتوره اسمها دكتوره زينب خليفه، استاذتنا يعني ما شاء الله، وكانت بتكلمنا عن المناهج وطرق التدريس وقد ايه الحاجات دي كمان لازم اي حد بيمتهن مهنه التدريس. بنقول تدريس ما بنقولش تدريب. تدريب حاجه، تدريس حاجه. بالظبط، عشان الناس بس ما تدخلناش في قصه تانية يعني. التدريس لا، انت لازم تبقى عارف فعلا طرق تدريس، عارف ازاي تتعامل مع طلبه، عندك اداره انك تدير ازاي ناس جوه مركز كورسز انت وايا كان يعني. فدي نقطه مهمه جدا. بس هل في شهادات معينه للمدرسين يعني مثلا او شهادات في الانجليزي، في انا اسف في الالماني، زي التيفل او الايلتس؟ ايه اشهر شهادات؟ طبعا اختبار معهد جوتا نفسه الشهاده بتاعته. اوكي. في ناس بتتعلم المانيا نفسها وتروح تعمل الاختبار هناك. اوكي. لان المعهد نفسه شهادته، يعني انا لو خلصت مستوى بي 1 عادي شهادته ملهاش لازمه. شهاده ان انا خلصت البي 1 ملهاش لازمه، انما شهاده ان انا خلصت امتحان بي 1 دي اللي ليها لازمه. اوكي. ففي ناس بتتعلم مع نفسها وتروح تمتحن في جوتا، ده متاح. في شهاده تانية اسمها تلك. في حاجه اسمها او اس دي. تاني او اس دي هي ماشي، هي يعني ليها نطق بالالماني معاك. فدي من الشهادات المعترف بيها في المانيا واللي بتطلب. فالحاجات دي في ناس بتدرب عليها. برضو في نقطه مهمه، انا ممكن ابقى اقوى من حد في اللغه بس هو يجيب اعلى مني في الامتحان، لان هو فاهم تركات الامتحان. فلما تبقى واصل لمستوى ده مش معناه انك تخش تمتحن على طول. شوف الامتحان نفسه، يعني معهد جوتا مدي نماذج للامتحان بيبقى بالطريقه دي، مش ده النموذج اللي تخش تلاقيه، بس بدل ما تخش تقرا وتحاول تفهم هو عايز منك ايه، فانت بتبقى فاهم السؤال ده بيبقى عاوز ايه. فبدل ما اقعد اقرا دقيقه وبتاع واضيعها، لا انا فاهم، انا داخل فاهم السؤال شكله عاوز ايه. في امتحانات تانية احيانا نماذج وحل النماذج والمتوقعه، النماذج المتوقعه تخش مثلا كان في النموذج 3 زائد 3 كام، تخش نموذج يقول لك 3 في 3 بكام، فاكيد الاجابه مختلفه. فاللي فاهم هيعرف يحل، واللي حافظ هيلبس. فاهم. وفي الاول وفي الاخر انت مش بتضحك على نفسك زي ما احنا قلنا، مش في سبايه. بالظبط، لان في ناس بتسافر المانيا وخد شهاده وسافر، انا ما بتكلمش وانا عايز اتعلم معاكم الماني بسرعه في اسرع وقت اتكلم. ففي ناس بتسافر وهي مستوى ضعيف. في واحد بقى تاني من البدايه، انا عايز اروح وانا متكلم علشان ما اتزنقش في الزنقه دي، لان انا في حد بيقول لي انا لو ما اتكلمتش هرجع تاني، انا طالبين مني ان انا لازم اكون بتكلم. فدي الشهادات. في بقى شهادات تدريب، اوكي، ودي بيقدمها في معهد جوتا، بيقدمها في اماكن تانية بتقدمها، ان انت عارف تدرب، سيرتيفايد ان انت مدرب معتمد. طب انا معيش فلوسها، خد اي تي بتاع اي لغه، يعني تدريب ازاي ادرب بيفرق جدا. لان انا انا رحت اخدت التدريبات دي، انا بدرب والناس مبسوطه، وخدت اوتي مع جماعه رساله مش عارف مع مين بتاع، بس انا عايز اروح لحد متخصص. لما رحت لحد متخصص قال لي عبد الله انت جاي ليه؟ يعني انا كان بقالي كتير قوي في السوق، بقالي 5 سنين ومدرب انت جاي ليه؟ قلت له انا بعرف، يعني قلت شبهتها له كده، قلت له انا عامل زي الميكانيكي، عايز ابقى مهندس ميكانيكا، يعني انا بطبق بنفسي، عايز اعرف النظريه ورا ده ايه. فلما فهمت النظريه لا الموضوع نور. تلعب بالاليمنتس براحتك،
ايه هي معادله في الاخر، اغير ايه هيوصلنا لايه. فبدات اعمل حاجات كتير. لا، فانا فهمت ان انا مش اقدم اقوى كورس الماني، اقدم انسب كورس الماني، لان في انماط متعدده. واحد آه بصري وحركي بالظبط. وسمعي، في حاجات كتير جدا يعني فعلا في الانماط بتاعه التعلم ده. عندي سؤال لعبد الله، مجال تعلم اللغه الالمانيه. انا النهارده شايف اللغه الالمانيه بقت مطلوبه في السوق ازاي، مهم. من شركات، من دول، من منح، من سوق. ف يعني ايه المميز ان انا ابقى راجل متعلم الماني؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انك تتعلم لغه تانية ده مفيد للمخ طبعا. وصحه المخ بتاعتنا، ان هو بيحافظ على اللغه بتاعته، على هو الكفاءه بتاعته. اوكي. بتكلم لغه المانيه، فانا بدل ما اتحطيت في دايره كبيره من ناس كتير قوي بتتكلم انجليزي، بقيت مخصص بقى كده ماشي. في حته كده حلوه لوحدي، دي. فالمنافسه قليله. تمام. اقل، مش قليله يعني معدومه، بس اقل. بدل ما داخل منافسه مع 100,000، انا داخل منافسه مع دي 1000. حاجه بتديك قيمه تنافسيه او كومباتيتيف ايدج. بالظبط. تمام. انا اعرف واحد كلمني قال لي انا محتاج اتكلم الماني، لان انا الترقيه بتاعتي متوقفه على ده. ليه؟ ايه المكان المتوقف؟ قال لي اصل المدير، الليفل بتاع المديرين بيتعامل مع المان، فانا اكثر خبره وترقيتي متوقفه بقى لها فتره كبيره، عشان ما بتكلمش الماني. لو بتكلم الماني هتحط في الليفل ده، علشان البقيه اللي هتواصل معاهم الماني، اللي بربورت ليه الماني. فلو ما بتكلمش الماني مش هينفع يطلعوني في المانجيريال ليفل ده. فبتدي فرصه. في واحد تاني لا، مش بس كده، ده هم بيعملوا سفريه المصانع هناك في المانيا، فبقى بيسافر المانيا. هو مستمتع. هو بيسافر المانيا. شغل الكول سنتر بقى. انا بسمع مرتبات، اه انا سمعت عشرينات و25 و30 في وحاجات زي حاجات كده. كتير زي كده، وفي حاجات اه. باليورو. لا، يعني والمترجمين احنا بنجيب المترجمين في المؤتمرات، اليوم بتاعه ب 15 وب 20 وب 10، ده ما شاء مينيمم الله. يعني، عشان خاطر يترجم 5 6 ساعات في ايفنت يعني، عشان يجي بس هو بنفسه عشان يترجم، لان طبعا مم. اللغه وزي بقى كمان في بعض اللغات يعني بيجي مثلا نعمل ايفنت فمحتاجين مترجمين فرنساوي، مترجمين المان، مم. دي قصه تانية بقى. وسلام انجليزي الماني ولا ولا الماني عربي، فايا كان بقى دول انا بقول لك احنا يعني بالظبط، مطلوبين. مطلوبين جدا. فبتبقى ليك برضو، بتقدر تكسب برضو، بتشتغل مع ناس من خلفيات مختلفة، بتقدر تاخد سالري محترم او مرتب كويس جدا يعني. انا فاكر لما كنت شغال كول سنتر فتره برضو، آه كان اللي يعني بيمنتور معايا بياخد مرتب اقل مني عشان هو بيتكلم انجليزي. يعني هو اللي بيعلمني الايشوز، لان هي حاجات كانت تبع مايكروسوفت. مم. ففي يعني لازم يبقى عندك نوليدج كبيره جدا، ومهما عملت مم. الايشوز ما بتخلصش. يعني صح. في 100 حاجه ممكن تحصل في الويندوز، في وورد، اكسل، يعني باوربوينت، كل الحاجات دي في ايشوز كتير قوي ممكن تحصل. صح. فهو بقى له خبره كبيره، فهو اللي كان بيعلمني، بس انا باخد مرتب اكتر منه، دي حقيقة. اكتر من ضعفه. دي حقيقة. انا يعني شفتها في بعض الشركات، ان بيبقى المدير نفسه بيدور على ناس معينة ممكن يكونوا هم كواليفايد بس عنده لغه، فهو يتعامل مع العميل، فبعد كده هو يبقى هو الانترفيس، فيبقى م. ليه انسنتيف تانية. في بعض طبعا الجهات اللي بتيجي تقول لك اللي معاه لغه ان هو بيتعامل بس مع الاكسترنال، لان طبعا اللغه هي مفتاح الحياه. وزي ما انت بتقول، خلي بالك كمان احنا بقى بنتكلم لو في حد بيسمعنا بقى بلو كولر او ناس في مدارس تعليم فني، يعني الناس دي لو اتعلمت لغه، مطلوبين انا جدا. بقول لك، انا بقول لحضرتك اهو، احد الشركات العالمية تواصلوا معايا اكتر من مرة، احنا محتاجين ناس بلو كولر، نجارين وعمال وفنيين وتكنيشن، بس يكونوا عندهم لغة وعارفين اساسيات اللغة الالمانية، واحنا نبعت لهم العقد. طبعا كان يعني انا بتفق معاك ان دايما برضو الواحد محتاج يبقى جاهز عشان لما الفرصة تيجي، يعني صح. دايما لو الفرصة جات لك النهاردة وانت مش جاهز، لا فهتضيع. صح. لكن انت النهارده معاك لغه المانيه، وراجل معاك شهاده كويسه، او حتى ايا كان شهادتك ايه، وعندك خبره في الكلام ده، فلما تجيلك الفرصه خلاص هتشوت، هي الفرصه جت، انا صح. انا جاهز. صح. فدي نقطه مهمه جدا، فاللغه الالمانيه فعلا ليها انا مستقبل. انا عجبني جدا كمان. كان اعرف يعني واحده بمستواها، يعني المعيشه، الاب كان المرتب وقتها مثلا مش مكمل 4000 ولا حاجه. لما هي بدات في الالماني ومن بيتها تاخد 12,000 وقتها، يعني ايوه. الكلام ده من سنين، فبتاخد قد والدها كذا مره.
ما شاء الله. فهي نقلت البيت بتاعهم نقله تانية، يعني نقلت وده اللي بيعجبني في الالماني بقى، ان مثلا حد بيبقى ممكن مش عارف، يعني انا رب اسره مثلا وعندي زوجه وابن او بنت ومش عارف افسحهم او اعمل الحاجات اللي هم نفسهم فيها، مش كل يوم، لا، اللي هو من وقت للتاني، بس علشان مش قادر بسبب الظروف الماديه. صح. فانا بالنسبه لي ببقى مبسوط بده، خاصه اللي بيحصل بقى، يعني هو بعد ما بيوصل بيساعد حد يوصل علشان يخش معاه بقى، يعني فاهم تعالى تكلم الماني، واعرف كذا حد يعني ده يدخل بي 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 عيلته اللي هم قرايبه، لا ده جميل جدا والحقوا وتعالوا وبتاع، وهو من المرتب اللي هو بياخده بقى بيصرف عليهم ان هم يتعلموا استثمار. هو عموما الاستثمار في التعليم ده احسن استثمار، انت جدا. هتصرف في عيالك او في نفسك، بيأثر عليك بشكل كبير جدا وبيأثر على اللي حواليك. وده اللي خلى مدارس تطلبنا كفريق انا بلعب الماني، احنا عايزين نعمل يوم فان داي، جيرمان فان داي للمدرسه عندنا، انتوا متخصصين في الحته بتاعت ان احنا نعمل العاب والحاجات دي كلها، طلعوا عملنا اليوم ده مع كذا مدرسه، الاولاد مبسوطه وال وبيتكلموا، لدرجه اوكي. ان بقيه الاقسام عندهم ابتدت تغير تطلب حاجه زي كده. اللغات التانية بتاعتهم يعني انتوا ايه اللي عملوا بالظبط بتقدموه في انا بلعب الماني؟ بعيدا ان احنا اولا اول ما بدانا كنا عايزين ننشر الوعي الصحيح عن تعلم اللغات، ونطبق ده عمليا من خلال اوتنج. مثلا حد هيتعلم ايام الاسبوع يلعب لعبه سبت حد، الارقام يلعب لحد ما يلعب السلم والتعبان، يعيش موقف بعيشه فعلا، بينغمس في تعملوا العاب تعليميه وحاجات زي كده. مظبوط. نحول المنهج ده للعبه، تمام. مش لازم لعبه ملموسه، يعني ممكن نرسم عادي، يعني هتعلم الحاجه دي من خلال نشاط تمام. بعيشه في الجو ده. ففي المدارس يعني هم كان عندهم افكار كل حاجه وحلوه، بس من خلال تجاربنا الافكار دي اولا مش هيبقوا مبسوطين بيها، مش هيستفيدوا بيها، هيستصعبوها، والاسباب 1 2 3. تعالوا نعمل التركايه دي، نغير الحته دي، هتلاقوا بقى في حركه، في جري، الاطفال يحبوا الحاجات دي كلها، والكبار على فكره. يعني الواحد بيبقى في الحياه العامه ضغط الشغل ضغط الشغل ضغط الشغل، محتاج يتبسط. فانا بقول له تعالى اتبسط واستمتع وهتتعلم وهتطلع بكفاءه اعلى من العادي. اوكي. فده اللي بنعمله. فانا بلعب الماني زائد الكورسز اللي بنديها الاونلاين. تعملوا كورسز اونلاين؟ كورسز اونلاين بتساعد الناس ان هي تمارس اللغه. الحاجات التانية اللي بنعملها ان بيبقى احيانا في مثلا ناس عايزين يدوا يعني ميزه للموظفين عندهم. عايزين مثلا تكون شركه بتشتغل في الكول سنتر، فعايزه موظفين من عندها يكونوا بيتعلموا الماني، او شركه مستهدفه شركات الماني فالالمانيه، فعايزين الناس اللي بيتعاملوا مع الالمان دول مستواهم يعلى. بتعملوا كمان بتعملوا كوربريت تريننج، تدريبات للشركات. احنا اوبن لده جدا، وكان في شركه طالبه مننا ان احنا ندرب الموظفين بتوعها، مش علشان حاجه، هي كانت بس يعني كمبنسيشن ليهم. يعني من ضمن البينيفيتس اللي بنقدمها ان انت بتبقى معانا لو حبيت تاخد، لان هم كانوا في القطاع الطبي. اوكي. لو حبيت تاخد كورس الماني، فهم مش عايزينهم يسيبوا المكان، فبينفيتس بقى حاجات تقدر تاخد كورسز معينه منها تعليم لغه تانية او ماتيريالز او توبكس معينه. هم يعني لما عملوا الريسيرش بتاعهم لقوا ان كل الناس مهتمه بالالماني. فكان ده من ضمن يعني السكوب بتاعنا ان احنا نشتغل عليه. ايه تاني بجد، موضوع البلو كولر والتمريض مطلوب جدا، الاي تي جدا بتشتغلوا جدا كمان مع الناس اللي مسافره وعايزه بتدور على فرصه سفر ومحتاجه اللغه، فبتعملوا برامج تدريبيه. ده بنشتغل معاه. ناس كتير بعتوا لنا الصور بتاعتهم وهم هناك واخدين الفيزا والحاجات، يعني احنا الله. مبسوطين بده. واكتر حاجه بتبسطنا يعني الاثر ده. يعني خلينا نلخص كده، انا بلعب الماني على كلامك. اولا بتعملوا تريننج اكتيفيتي واوتنج، وبتعملوا ايام تدريبيه للمدارس وللستودنتس يعني بشكل عام، وبتساعدوا الشركات ال L&D بتوع الشركات اللي هم عايزين يدربوا الموظفين بتوعهم على تعليم لغات مختلفة. وطبعا الجزء الاخير وهو ان انتوا بتساعدوا الناس اللي بتدور، اللي هتسافر منحه او هتسافر تشتغل او تدرس، تعملوا زي برايفت كورسز تعلموهم في الكلام ده. دي حاجه عظيمه جدا، وما شاء الله انتوا بادئين كمان من بدري.
ودي طبعا استاذنك ان احنا تبعت لنا اللينكات نحطها طبعا في الحلقه دي، حاجه مهمه جدا عشان الناس تعرفها اكتر. اخر سؤال نختم بيه الحلقه يا عبد الله، مهم. ايه رسالتك في الحياه؟ انا عبد الله فاروق، وشغفي وهدفي تبسيط تعلم اللغات وانبساط متعلميها. يعني انا ربنا كرمني بحته التبسيط، ان الحاجه تتبسط. يعني انا لو حضرت اي كورس ايا كان، حضرت في السيلز، في الماركتنج، كذا، بعرف ابسط المعلومه للي بعدي اكتر. ما شاء الله، دي نعمه. فانا بما ان تخصصي اللغه، فابتديت اسهل الموضوع على، يعني انا ببقى في قمه سعادتي لما حد بيجي يقول لي انت الموضوع سهل. انت عندك نعمه التبسيط، دي نعمه. اه انت شكلك كنت من الناس اللي بيذاكروا لاصحابهم في المدرسه وفي الجامعه. هم اللي كانوا بيذاكروا لي بصراحه، كمان يعني ربنا يبارك لهم، هم كانوا بيذاكروا لي فعلموك. المواد اللي هي انا مش مهتم بيها، بس اي حاجه ليها علاقه باكتساب اللغه، لا انا اللي كنت ببقى انا اللي في حته محادثه يعني. انما بقيه المواد، ترجمه او حاجات زي كده، انا ما كنتش مهتم بيها قوي. هم اللي كانوا بيشرحوها لي، وانا اركز اكتر ازاي ابسط المعلومه اللي انا بستمتع. وانت ببسط المعلومه. واللمعه اللي في عين الشخص اللي قدامي لما يتبسط ان هو فهم، وايه دي نعمه. دي نعمه، لا بجد ما شاء الله يا عبد الله. يعني دي نعمه ان انت عندك مهاره التدريس والتبسيط كمان، دي نعمه كبيره جدا. في ناس حرفيا يعني ممكن يبقى عنده العلم ومش عارف يبسطه، وفي ناس عندها العلم ومش عارفه تقف قدام الكاميرا وتشرحها. فانا بصراحه يعني مبسوط جدا ان انت ما شاء الله ما شاء الله، يعني في فتره مش صغيره ومش كبيره بس قدرت تاثر في عدد كبير جدا من الناس. فانا طبعا يعني بشكرك النهارده يا عبد الله، وبجد ان انت كنت معايا النهارده، ومبسوط جدا بان انت اتكلمتنا عن بعض الموضوعات، اتكلمتنا عن اولا اتكلمتنا عن رحله عبد الله فاروق وازاي اخترت اللغه الالمانيه، وازاي الناس ممكن تتعلم لغه المانيه ومجالها في الشغل عامل ازاي. وكلمتنا على مبادره انا بلعب الماني، وكلمتنا كمان على المستويات بتاعه التعليم اللغه الالمانيه، والشهادات اللي ممكن اي حد عايز يتعلمها عشان ياخدها عشان خاطر يمتهن مهنة تدريس اللغة الألمانية. وكلمتنا كمان عن معهد جوتا والسيرفيس، وتحديدا الجزئية بتاعة الشهادات بتاعته، لأن في ناس كتير جدا ما تبقاش عارفة، وده الهدف. فأنا حقيقي يا عبد الله أنا كنت سعيد إن أنت معانا النهاردة بجد. انا اللي سعيد جدا ان انا بجد في وجود انسان معافر ومجتهد وحقق نجاحات وسهل لناس كتير التعلم. الله يخليك. فانا بجد مبسوط ان انا معاك. انا اسعد جدا، وبشكركم طبعا جميعا، وشكرا النهارده لكل اللي كانوا متابعينا في الحلقه. ولو عندكم اي استفسار ابعتوا لنا بخصوص تعلم اللغه الالمانيه او انا بلعب الماني، هنحط لكم جميع اللينكات. النهارده كان معانا حد من الشخصيات اللي انا تاني باكد ان هم من الناس الشاطره جدا، واللي اصريت على وجوده معانا في بودكاست نواه عشان يكلمنا عن تعليم اللغه الالمانيه، وازاي ممكن نتعلم اللغه، وازاي ممكن نحسن مهاراتنا، وازاي ممكن ناس كتير جدا. انا واحد من الناس كنت دايما عندي مشكله ان انا فاكر اللغه الالمانيه صعبه. الراجل النهارده كلمنا وفهمنا عبد الله ازاي ممكن تتعلمها بسهوله، وكلمنا عن اهم الشهادات. فابعتوا لنا لو في اي اسئله عندكم، وتابعونا على بودكاست نواه. ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات، وانا وعبد الله هنرد عليكم. شكرا لكم.